في الجزائر اليوم حملة معارضة قوية للنظام ولاختياراته السياسية والاقتصادية. السلام عليكم. سمعت هو توفيق بوعشرين، هذا المروكي المطبل الزمار للمخزن الصهيوني العميل، قال لك في الجزائر اسمع وش قال لك، نعاودو نسمع وش قال. حملة معارضة قوية للنظام ولاختياراته السياسية والاقتصادية. قال لك في الجزائر كان معارضة قوية للنظام. اسمع، هذه الحملة تدور تحت وحملة شعار مانيش راضي. مانيش راضي. نحن على الأقل الجزائريين نعبروا ونقولوا رانا مانيش راضيين. ما كان الشعب في العالم راضي 100% على بلاده وعلى النظام اللي يحكم بلاده. الجزائريين على الأقل، وهذه صفة مليحة وباهية في الجزائريين، أنهم دائما مش مرضين. والشعب اللي يرضى مثل شعبك أنت اللي عايش في زريبة اللي هي أداة وظيفية للاستعمار وخاصة لفرنسا، واللي هي تحت الحماية والوصاية الفرنسية والإسرائيلية والأمريكية والإماراتية، تحت وصاية الغرب، واللي هي أداة وظيفية لهم، وشعبها راضي، كل تقريبا راضي. نحن لسنا من تلك الطينة. الشعب الجزائري طبعا ليس راضي، ولن يرضى الشعب الجزائري دائما يطمح نحو التقدم، نحو التغيير، نحو الأفضل. يعني عدم رضا الشعب هو ظاهرة صحية وليس عيب. يعني والواقع أن الكثير ما راحش راضي على ما يقع في الجزائر. الكثير ما راحش راضي. والكلام نتاع السيد هذا المروكي الحقيقة الأغلبية نتاعو قال لك الكلام على جاري والمعنى عليا، ينطبق كلامه هو، ينطبق عليهم هما وعلى زريبته وعلى العياش اللي قاعد يحشي لهم. هذا من الناس اللي يحشيوا للعياشة، يخدروا فيهم وينوموا فيهم، والعياشة ينتشون بكلام هؤلاء، بكلام هذاك وش اسمه فرس النار، الطبلوج، منار السيبي، نصايبي، نعوم، وهاك الشلة المعروفة، هذيك الشلة نتاع الطبالة والزمارة، اللي يعني من المهام الأساسية نتاعهم هم أنهم يحشوا للعياشة ويخدروهم ويكذبوا عليهم ويخلوهم مشغولين ومنشغلين عن همومهم وكوارثهم التي هي حديث العالم، والتي أصبحت فضائح ومسلسل فضائح في العالم، يخلوهم منشغلين عن تلك الكوارث اللي عايشين فيها، منشغلين بالجزائر. أسمع تشوف. تقول النكتة في الجزائر دائما: سئل مواطن جزائري لماذا لا تشارك في الانتخابات، فأجاب: لأنهم يعلنون النتائج قبل أن أقرر على من سأصوت. إذا احنا على الأقل عندنا انتخابات، بغض النظر عن الملاحظات اللي تكون عليها. انتم ما عندكمش حتى انتخابات، ما تقوليش انتخابات رئيس الحكومة ولا انتخابات المجلس، مجلس الشعب البرلماني اللي هم مجرد رئيس كاراغوس وبيتشو. ما تقوليش انتخاب ما على باليش انا مجلس البلدية، لأن هذه كلها مجرد واجهة كرتونية. سيدك والعائلة التي تركبك وتركبكم وتحكمكم منذ قرون، هل انتخبتموها؟ انتخبت سيدك انت، هو نظام ملكي ذوك حوض، يعني ملكي مطلق. وسيدك هذا هل هو يعني اصلا مروكي؟ هل هو اصلا هو اصلا ليس مروكي، هو اجنبي. العائلة التي تركبكم منذ قرون ووصلت اليكم، لا احد يعرف كيف وصلت اليكم وركبتكم ومن اين اتتكم اصلا وما اصلها وما فصلها. هل وصلتكم بالانتخابات؟ هل أنتم اخترتم يا العائلة والحاكم الذي يحكمكم؟ يا منافق، نحن على الأقل عندنا انتخابات لها ما لها وعليها ما عليها. للأسف هذا هي الواقع اليوم. لكن بعيد عن مانيش راضي، سنعرض أرقام الميزانية العسكرية لسنة 2025 عند جارنا، والسبب هو أن الرقم الذي أعلن عنه رسميا رقم كبير ونقدر نقول مخيف. خصصت جارتنا الجزائر 25 مليار دولار من ميزانيتها لوزارة الدفاع.
أي 20% من الميزانية العامة للبلاد، وهذه أعلى نسبة إنفاق حول العالم. الجزائر تتسلح أكثر من أي دولة في العالم. طبعا الأمن القومي لأي دولة في العالم هو عنده الأولوية، ولو ملكت الجزائر أكثر من ذلك لتسلحت ب100 مليار دولار. أنتم تستهدفون الجزائر، جبتم العدو الإسرائيلي عند حدود الجزائر، تهددون الجزائر في أراضيها، في تاريخها، في وجودها، تدعون إلى تقسيم الجزائر، وتحب الجزائر لا تتسلح. الأمن القومي بالنسبة للدولة الجزائرية عنده الأولوية القصوى، ولو ملكت الجزائر أكثر من ذلك لتسلحت ب100 مليار دولار وليس ب25 مليار. ولو ملكت أيضا الجزائر أكثر من ذلك لا يعني اكتسبت ولا ملكت القنابل النووية والقنابل البيولوجية والقنابل الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل لكي تضمن وجودها وتضمن أمنها القومي ضد المؤامرات نتاعكم، مؤامراتكم مع الكيان الصهيوني، مع فرنسا، مع أعداء الجزائر، وأصبحتم تكتل مؤامراتي، تكتل يعادي الجزائر ويسعى إلى تدمير الجزائر وإسقاط الدولة الجزائرية وإسقاط الجيش الوطني الشعبي اللي هو واقف لكم، واقف لأجنداتكم وخططكم ومؤامراتكم وأهدافكم في المنطقة. إذن الجزائر لو ملكت أكثر لتسلحت أكثر دون أن يرف لها جفن. الخلاصة أن هذه بلاد تنام وهي لا تعرف على ماذا تستيقظ غدا. اسمع قال هذه البلاد تنام وهي لا تعرف على ماذا ستستيقظ غدا. وعلاه؟ إنه مصير محزن لشعب كبير. مصير محزن لشعب كبير. المصير المحزن هو لشعبك أنت، شعب العياشة، شعب المزاطيل والمهابيل، شعب القرعة، شعب العبودية، شعب اللي هو عايش تحت يعني حكم استبدادي شمولي ملكي قديم، تحت حكم عائلة وسلالة أجنبية لا تمت للشعب المغربي بصلة. هذا هو يعني الوضع المحزن الحقيقي. ضحى كثيرا من أجل استقلاله الأسطوري أحشي لأولادنا، أحشي عن فرنسا، وناضل لمدة قرن ونصف من أجل طرد الاستعمار، وما زال الشعب الجزائري يناضل حتى يطرد الاستعمار المخزني من الصحراء الغربية، وحتى يطرد أيضا الاحتلال توغل الكيان الصهيوني في المنطقة وتوغل الاستعمار خاصة فرنسا في المنطقة. الشعب الجزائري سيستمر في نضاله وفي كفاحه. ما زال هناك أعداء وما زال هناك استعمار في المنطقة. على الدولة الجزائرية وعلى الجيش الوطني الشعبي تقع مسؤولية طرده من المنطقة، وعلى رأسه طبعا هذه العائلة وهذه السلالة العميلة الخائنة اللي هي أداة بيد الاستعمار والصهيونية. لكنه عاجز اليوم عن طرد نخب الاستقلال ونخب الجيش التي قادت البلاد إلى هذا المأزق الكبير. نخب الجيش وجنود الجيش هم أولاد الجزائر، هم أبناء الجزائر. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وهو ضمانة أمن واستقلال الجزائر. الجيش الوطني الشعبي هو ضمانة حدود الجزائر، ضمانة الأمن القومي للدولة الجزائرية. الجيش الوطني الشعبي هو اللي واقف لكم، هو الذي يمنع كل خططكم وكل أجنداتكم مع الاستعمار ومع الصهيونية. وسيستمر كفاح ونضال الشعب الجزائري ومن ورائه أو من أمامه أو يتقدمه الجيش الوطني الشعبي حتى تحرير كل منطقة شمال أفريقيا خاصة الدول المغاربية من الاستعمار المخزني ومن الاستعمار الفرنسي ومن الاستعمار الصهيوني ومن الاستعمار بصفة عامة. يردد المؤرخ الفرنسي بنجامين سطورة دائما عبارة شهيرة عن طبيعة العلاقات المغربية الجزائرية، فيقول:
المغرب مشكلة جزائرية، وهي في الواقع أكثر من مشكلة، إنها عقدة. وستبقى لكم الجزائر مشكلة وعقدة إلى أبد الآبدين. ستبقى لكم الجزائر هنا ولن تمر أبدا. الجزائر هنا ولن تمر. تتجاوز التحليل السياسي والجغرافي والعسكري والاقتصادي، وربما تجد تفسيرها في التحليل النفسي. تتوفر الجزائر اليوم على أكثر من 80 سفارة حول العالم. شغلها الرئيسي وهمها اليومي هو شن الحرب الدبلوماسية على المغرب، ومساندة أطروحة الانفصال، ومد جبهة البوليزاريو بكل ما تحتاج إليه من مال ودعم واستشارة ولوبيات وإعلام لترويج أطروحتها في القارات الخمسة للعالم. وكانوا إمارة المخزن ما عندهاش سفارات في العالم، وكانوا إمارة المخزن لا تنشر ولا تعمل على نشر أكاذيب الاحتلال المخزني في الصحراء الغربية. الصحراء الغربية قضية عادلة بالمواثيق الدولية وبقوانين المحكمة الدولية والمنظمات الدولية. وقضية الصحراء الغربية واضحة ولا لبس فيها، قضية تصفية استعمار لا لبس ولا غبار عليها. والجزائر تدعم حق الشعب الصحراوي على جميع المستويات، في الإعلام، في الدعاية، في السياسة، في الدبلوماسية، وما زال إلا فرع واحد فقط اللي هو التدخل العسكري، اللي هو التحالف العسكري مع الشعب الصحراوي لتحريره من الاحتلال المخزني. ثم أن قضية الصحراء الغربية أيضا بالنسبة للجزائر لا ننسى أنها أيضا قضية أمن قومي، لأنها تدخل في إطار التوسع، في إطار النزعة والثقافة التوسعية للنظام المخزني. إذن الجزائر هنا ولن تمر أبدا. أنتم بعتم واشتريتم كل شيء، فعلتم كل أساليب الشياطين والأبالسة والعفاريت الزرق والحمر من أجل أن تشرعنوا احتلالكم للصحراء الغربية. ولكن الجزائر هنا ولن تمر أبدا. بعتم وانبطحتم وتآمرتم وأصبحتم أداة وظيفية للاستعمار، لإسرائيل، لفرنسا، لكل الدول الاستعمارية ولأمريكا ولدول عربية وغيرها. وبعتم كل شيء واشتريتم كل شيء وكذبتم وضللتم وفعلتم كل أفاعيل الشياطين والأبالسة. ولكن الجزائر هنا ولن تمر أبدا. الحق سوف يعود إلى أصحابه طال زمن أو قصر. وفوق هذا ترفض الجزائر تطبيع العلاقات مع المغرب أو فتح الحدود أو حتى الحد من التوتر. الجزائر لن تطبع العلاقات مع إمارة أصبحت إمارة صهيونية. الجزائر لا تطبع العلاقات ولا تفتح الحدود ولا تفتح أي قناة للتواصل ولا أي قناة للمصالحة مع إمارة أصبحت تحت الوصاية وأصبحت رسميا وعلنيا تحت الوصاية وتحت الحماية الإسرائيلية والاستعمارية المباشرة. كيف تفتح معكم الحدود؟ وكيف تفتح معكم المصالحة وأنتم بعتم كل شيء واشتريتم كل شيء وأصبحتم أداة وظيفية للاستعمار في خاصرة إفريقيا أو خاصرة إفريقيا الشمالية بصفة عامة. الدول لا تختار جيرانها، والجزائر جار قريب جغرافيا لكنه يبعد يوما عن يوم عن المغرب سياسيا واقتصاديا ونفسيا. والمشكلة أنه كلما تأزمت أوضاعه الداخلية كل المشكلة أنه كلما تأزمت أوضاعه الداخلية. والله الكلام هذا لو قاله مثلا في وقت آخر وفي زمن آخر لقلنا أنه عنده الحق، لكن يقوله في زمن وفي وقت الجزائر تمر يعني أرغد وأفضل يعني مراحلها من ناحية المداخيل ومن ناحية الأموال ومن ناحية يعني كثير من العناصر، يعني التحسن في المعيشة وفي الأمن الغذائي، وهذا بالإحصائيات الدولية والعالمية. الكلام هذا ينطبق عليكم أنتم، ينطبق على الأزهريبة. الكلام هذا ينطبق عليكم لا ينطبق على الجزائر، وهذا يعني يصح فيه الكلام قالك على جاري والمعنى ليه. المشكلة أنه كلما تأزمت أوضاعه من اليوم يعني في المرحلة اللي نعيشها في هذه الأيام
من هي الدولة التي هي يعني تأزمت أوضاعها وتتأزم يوميا أوضاعها أكثر فأكثر. هل هي الجزائر أم المروك؟ بالعكس، يعني حتى المداخيل، يعني الحمد لله مداخيل المحروقات خاصة الغاز، على رأس الغاز، وهناك نمو، وهناك يعني وفرة، وهناك يعني أموال، وما عندناش مديونية خارجية إلى غير ذلك. والعكس، اللي هي يعني الأمور والأوضاع تتأزم يوما بعد يوم، وكل مرت الأيام هي في إمارة موروكو وليس في الجزائر. يعني الكلام هذا على الجزائر، ولكنه يصح 100% وينطبق 100% عليكم، وليس على الجزائر. يا كذاب يا بلعوط. الداخلية أكثر، صار شرسا تجاه المغرب. قال لك بالعكس، قال كلما تأزمت الأوضاع الداخلية صار شرسا أكثر تجاه المغرب، والعكس صحيح. كلما تتأزم أوضاعكم أنتم الداخلية يعني تصبحون أكثر وقح وأكثر عمالة وأكثر خيانة وأكثر انبطاح، خاصة لإسرائيل ولفرنسا ولكذا. يعني الأحداث والمؤشرات والدلائل كلها، يعني الأخبار التي تتوالى يعني عبر السنوات الأخيرة، زيارة ماكرون الأخيرة، تطبيع والانبطاح التام الكيان الصهيوني، والعلاقات والاتفاقيات والمعاهدات والتعاون العسكري والأمني والمخابرات، وكل هذه الأشياء الحقيقة يعني واضحة، يعني لا لبس فيها. هذا يدل على أن هناك تأزم حقيقي في إمارة موروكو وليس في الجزائر. العكس هو صحيح. نظرية تصدير المشاكل الداخل إلى الخارج. بالعكس، نظرية تصدير المشاكل المروكية إلى الجزائر، والتركيز على الجزائر، ومحاولة إشغال المراركة العياشة، يعني المطحونين الجائعين الغلبانين المقموعين المقهورين المستعبدين، محاولة إشغالهم وإلهائهم بالجزائر وبالصحراء الغربية وبهذه الأشياء. هذه الحقيقة. هذا الكلام ينطبق عليكم أنتم 100%. يا كذاب يا بلعوط. فعوض أن يبحث المسؤول الجزائري قضية الصحراء الغربية بالنسبة للجزائر لم تكن وليدة اليوم فقط أو بالأمس. قضية الصحراء الغربية يعني الجزائر تدعمها منذ احتلالكم، احتلال سيدكم ولد التهامي القلاوي الحسن الثاني المقبور، منذ احتلاله لإقليم الصحراء الغربية في إطار الصفقة المعروفة، الصفقة الاستعمارية، صفقة الاتفاق الثلاثي أو المعاهدة الثلاثية ذيك تاع إسبانيا وموريتانيا والمروك، في إطار صفقة استعمارية مروكية. الجزائر تدعم استقلال وحق الشعب الصحراوي منذ سنة 1975، ليس اليوم فقط. ولن تتنازل الجزائر، ولن تضعف، ولن تتخلى أبدا عن دعمها لقضية الشعب الصحراوي مهما كانت ظروفها، بغض النظر عن ظروفها. واليوم الحمد لله الجزائر يعني في حالة يعني مالية وفي حالة اقتصادية مقبولة إلى حد كبير، والجزائر في تحسن مستمر بكل الإحصائيات والتقارير الدولية، بالمقارنة مع الإمارة اللي هي إمارة صهيونية، إمارة المروك. أنتم اليوم في حالة، اليوم أنتم من تعانون، وأنتم يعني في تأزم يومي. الحالة عندكم هي اللي تتأزم، ليس عند الجزائر. عن حل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية في شراكة شاملة وواسعة مع جيرانه. لن ندخل في شراكة مع جيران السوء، لن ندخل في شراكة مع إمارة صهيونية، لن ندخل في شراكة مع إمارة أداة وظيفية بيد الاستعمار ولو كانت جارة. هناك جيران السوء، جيران السوء لا يجب أن تتعامل معهم، ولا يجب أن تصاحبهم، ولا يجب أن تكلمهم، ولا يجب أن تقعد معهم، ولا يجب أن تتواصل معهم. جيران السوء هذا حالهم. جيران السوء يجب أن يكون يعني مبتعدين عليهم قدر ما نستطيع. ولو كانت الجزائر تملك أنها ترحل وترحل جغرافيتها إلى مكان آخر وإلى قارة أخرى لفعلت، ولكن للأسف الجغرافيا لها حتميتها. حتمية الجغرافيا تحتم علينا أو حتمت علينا جار سوء مثلكم، جار عميل وخائن ومحتل. نراه ينعزل أكثر ويتوتر أكثر ويهرب إلى الأمام. كل الأحداث وكل الأخبار المتوالية عبر السنوات الأخيرة تدل على أن الجزائر بالعكس تندمج أكثر. إذا كان أنت تقصد أن الجزائر يعني بابتعادها
وقطع علاقتها مع الإمارة مروكو، إمارة مروكو الصهيونية الفرنسية الغربية الإماراتية، إذا كان تقصد هذا انعزال، هذا يمكن أن يعني يصح. أما الجزائر مع كل الدول الأخرى بالعكس، الجزائر أن تمد علاقات ومبادلات واندماج ويعني مع كل الدول سواء القريبة أو البعيدة أو الجارة في إفريقيا وفي كل دول العالم وفي كل قارات العالم. الانعزال الوحيد هو انعزالها عن إمارة موروكو. ولو كانت تملك الجزائر أن تعزل الهواء والأكسجين القادم من إمارة موروكو لفعلت. هذا هو الانعزال الوحيد. أكثر ويصدر التوتر إلى المنطقة أكثر. من يصدر التوتر للمنطقة؟ الذي أتى بالكيان الصهيوني ويهدد به جيرانه وخاصة الجزائر. أما الجزائر التي تدافع عن قضية الشعب الصحراوي العادلة. من الدول في شمال أفريقيا خاصة الدول المغاربية التي أتت بالكيان الصهيوني وأقحمته في الصراع وفي الخلافات ما بين الإخوة؟ من يهدد الأمن والاستقرار؟ هل الكيان الصهيوني وإسرائيل عامل استقرار وعامل سلام ما بين الإخوة؟ الإخوة لو كانت عندهم نية صافية وعندهم خلافات المفروض أنهم يحلوا خلافاتهم فيما بينهم، وحتى إن تحتم الأمر أن يتضاربوا ويتعاركوا ويتحاربوا فلا ضير من ذلك، لأنه حتى الإخوة يمكن أن يتحاربوا، وعندما يتحاربون ويعني تضع الحرب أوزارها أنا متأكد أن الإخوة سيعودون إلى بعضهم البعض وسيحلون مشاكلهم عندما يجلسون مع بعضهم البعض. لكن عندما أحد الإخوة يستعين ويستقوي ويحتمي بالعدو اللي هو الكيان الصهيوني على أخيه ويهدد أمنه واستقراره وحدوده على أخيه ويدعو إلى تقسيم بلد أخيه وأرض أخيه ويدعو إلى احتلال أراضي أخيه في إطار طبعا الضغط والتشويش والاستفزاز خاصة قضية الصحراء الغربية، من الذي في هذه الحالة من الذي يعني يدفع نحو تأزم الأوضاع على الجزائر أم إمارة موروكو؟ المؤسسة العسكرية مستمرة في الهيمنة على السلطة السياسية. النظام يركز على قمع المعارضة بدل قمع المعارضة. قمع المعارضة، كلمة قمع المعارضة تنطبق عليكم أنتم أكثر بكثير من الجزائر. ثم أن المؤسسة العسكرية قلناها وعودناها، المؤسسة العسكرية هي ليست يعني قادمة من المريخ أو من دولة أجنبية. المؤسسة العسكرية راهم ولاد الجزائر، راهم جزائريين، إن أصابوا أو أخطأوا ففي نهاية الأمر هم جزائريين. ومشاكل الجزائر الداخلية مع جيشها اللي هم أولادها هي مشاكل داخلية تبقى داخلية، تبقى ما بين الجزائريين. هذا هو العسكر الجزائري. العسكر الجزائري اللي متعبكم ومقلقكم ومعذبكم وحارمكم النوم، لأنه يمنع أجنداتكم، لأنه يقف أمامكم سدا مانعا، أو يقف أمام أجنداتكم وأطماعكم وأهدافكم ومخططاتكم في المنطقة. أنتم ويعني من صنعكم، من وظفوكم، اللي هي فرنسا، اللي هي إسرائيل، اللي هي أمريكا، اللي هي الغرب عموما. هذا علاش نقلقكم العسكر الجزائري. حلول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن النظام يسعى لتأمين نفسه من خلال الترهيب وإقصاء الأصوات المخالفة. ومع الكلام هذا ينطبق عليكم. إذا كان احنا عندنا 50% أنتم عندكم 90%. من الذي يقصي يعني معارضيه ولا يكون يتكلم واحد كلمة واحدة ضد الصيد ويزوا يحطوها على القرعة عندكم انتم النظام تاعكم قمعي من الطراز الأول، قمعي ومتجبر وظالم وفاسد وكل يعني الموبقات لاصقة فيه. هذا لابد للمغرب أن يبقى على سكة التهدئة وأن لا يمل من سياسة اليد الممدودة. اليد الممدودة واليد الأخرى تطعن في الظهر، تطعن في تاريخ الجزائر، وتطعن في حدود الجزائر، وتطعن في أرض الجزائر، وتطعن في تقسيم أراضي الجزائر إلى غير ذلك. اليد ممدودة من هنا، واليد الأخرى ممدودة بالخنجر تطعن في الظهر. هذه اليد الممدودة، اليد المروكية المسمومة، اليد المروكية الصهيونية المسمومة، يا منافقين ويا كذابين. وأن لا يعطي للجيش الجزائري ما يريده من نتائج لسياسة الصعيد.
وأقصد تحويل أنظار الجزائريين عن مشاكلهم الداخلية. ديما يركز على مشاكل الجزائر الداخلية، والأولى أن تركز على مشاكل إمارتك وزريبتك المروك الداخلية. يا أنتم يعني عندكم ما يكفيكم ما يغنيكم عن مشاكل الجزائر، واللي يتكلم على مشاكله هو. الأولوية لمشاكلك أنت. أين مشاكلك أنت؟ أين حال العياش اليوم؟ أين محله من الخبز ولقمة العيش ومن البوطة ومن الذل ومن العبودية والاستعباد؟ أين محل العياش من الأسعار اليوم ومن الفقر والبرد؟ اليوم العياش 70 ولا 80% من العياش عايشين في البرد وفي الصقيع، وتتكلم على مشاكل الجزائر يا منافق. مشاكلكم أولى. وعن نفوذ الجيش في القرار السياسي والاقتصادي. ماشي مشكل نفوذ الجيش في القرار السياسي والاقتصادي الجزائري. الجيش من هو؟ كما قلنا هم أبناء الجزائر. يعني نفوذ الجزائريين أو الجيش الشعبي الوطني اللي هم جزائريين في القرار السياسي كما يقولوا والاجتماعي. وش هو المشكل؟ هي أنت ما شفتش على نفوذ نتنياهو ونفوذ ماكرون ونفوذ أزولاي في القرار السياسي والاجتماعي والثقافي والحياتي وكل يعني مجالات الحياة في المروك؟ أما أفظع وما أسوأ نفوذ جيش كل أبنائه جزائريين. أبناء الجيش أو أبناء الجيش هم جزائريون. إذا كان عندهم نفوذ في بلادهم وفي القرار السياسي مش مشكل، وهذه يعني هذا يعني موضوع داخلي أنت لست معنيا به. اسأل عن نفوذ أنت أجانب، نفوذ أجانب في إمارتك، نفوذ إسرائيل، اسأل عن نفوذ الإمارات، اسأل عن نفوذ أمريكا، عن نفوذ خاصة ماكرون وفرنسا بالتحديد، اسأل عن نفوذ هؤلاء، اسأل عن نفوذ عائلة وسلالة تحكمكم منذ أكثر من 4 قرون، وهي يعني عائلة وسلالة حتى أجنبية، ليست حتى مروكية ولا مزيغية. كل هذه الأسئلة هي يعني تخصكم أنتم ولا تخص الجزائر، لا تخص الجزائر. الجزائريون إذا كان أو الجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير واللي هم أولاد الجزائر، إذا كان عنده نفوذ في القرار السياسي وتحكم وفي القرار السياسي وقرار الاجتماعي وقرار الحياة للجزائريين، ففي نهاية الأمر هم جزائريون كلهم. إذا كان هذا يعني السيستم، إذا ما عجبهمش هذا السيستم هذا والطريقة هذه، وما إذا ما عجبهمش النفوذ العسكري ونفوذ أبناء الجزائر العسكريين أو العسكر الجزائري اللي هم الجزائر، إذا ما عجبهمش فهذا يعني شأن داخلي يمكن للجزائريين أن يحلوه بين بعضهم البعض. ما دخلك أنت؟ اسأل عن نفسك أنت عن نفوذ الأجانب والأعداء في زريبتك وفي مملكتك. هذا هو السؤال الوجيه الذي المفروض لو كانت عندك الشجاعة، وأنا لا أظن أنك تملك الشجاعة أن تقول هذا الكلام. وعن سياسة القمع والاعتقالات ضد كل معارض. سياسة القمع والاعتقالات ضد كل معارض وحتى نصف معارض. هي كما قلت زينا عاود نكرر الكلام على جاري والمعنى علي أنا. وعن الفساد الذي ينخر البلاد. والفساد عاد حكاية لا طولا وعرضا. الفساد وما أدراك ما الفساد. إذا كان الجزائر عندها فساد ونحن نقاوم، الشعب الجزائري يناضل من أجل التغيير ويناضل ضد الفساد ويتكلم وهو غير راضي كما قلت أنت في بداية الفيديو، ولكن أنتم ما شفتش يعني الفساد خاصة اللي هو خاصة رأس الفساد عندكم، رأس الفساد ميميسيس. رأس الفساد اسأل ترى على يعني الميزانيات المخصصة لقصوره المنتشرة داخل المروك والمنتشرة في العالم، الميزانية المخصصة لي يعني قصوره وخدمه وحشمه وعبيده وجواريه يعني رحلات استجمامه وسياحته في الخارج. اسأل عن هذه الميزانيات، اسأل عن الميزانيات وعن الأموال المرصودة والثروات التي جمعتها العائلة، وعلى رأسها رئيس وذا رأس الفساد بميسيس وعائلته وولده ويعني والعائلة نتاعو واتباعه وخدمه وحشمه وأزولاي. اسأل عما يملكونه من ثروات طائلة، الأظهار المراركة، الجعانين المقموعين الغلبانين التعبانين. الفساد إذا كنت تحب تتكلم عن الفساد فالفساد في بلدك
أولى بالحديث عنه. أنت أقرب لبلدك من الجزائر. الفساد اللي في بلادك ويعني يقف على رأس الفساد اللي هو الملكة ديالك هو أولى أنك تتكلم عليه. وهذا هو المشكل. على المغرب أن يجد قنوات للتواصل والحوار مع النخب الاقتصادية والسياسية والإعلامية والثقافية وحتى الأمنية والاستخباراتية، لأن وسط هؤلاء عقلاء. ما كاش عقلاء في الجزائر. كل الجزائريين فاقوا عاقوا بكم. لو كان عندكم ذرة من العقل، لو كان فيكم خير، راكم ما جبتوش العدو وما جبتوش الكيان الصهيوني تستقون به على إخوانكم الجزائريين. الجزائريين عندما يعني في وقت سابق قبل الاتيان بالكيان الصهيوني كان بعض الجزائريين محشية لهم، كانوا يعني مخدوعين فيكم، وكانوا يظنون أن هناك يعني أخوة وهناك يعني علاقات أخوة وعلاقات يعني تلاقي وتقاطع في يعني عناصر الهوية وجيرة وتاريخ مشترك إلى غير ذلك من هذا الكلام الفارغ. لكن عندما أتيتم بالكيان الصهيوني انتهى كل شيء. الجزائريين فاقوا بكم خلاص، تحشت لكم. يراقبون العالم وتطوراته كما نفعل نحن، ويفكرون خارج صندوق الجيش يفكروا انتم خارج صندوق نتنياهو، فكروا انتم خارج صندوق ماكرون، فكروا انتم خارج صندوق أزولاي وخارج صندوق بيميسيس. نحن صندوق الجيش هو صندوق تابع أو داخل في صناديق دولة جزائرية، هو صندوق جزائري، هو لا يخرج عن نطاق الصندوق الأكبر، صندوق الشعب الجزائري كما قلنا. العسكر الجزائري أو صندوق الجيش هو صندوق جزائري. شوفوا أنتم الصندوق نتاعكم إلى من ينتمي ومن يحكمه ومن صاحبه. قد الستينات ويريدون لبلادهم جوارا طبيعيا ونظاما طبيعيا واقتصادا طبيعيا ودبلوماسية طبيعية. تحبوا تحكموا الصحراء الغربية تدوها، هذا هو الطبيعي عندكم. تحبوا تشرعنون احتلالكم لإقليم الصحراء الغربية وفي نفس الوقت تعلنون عن أطماعكم في الجزائر وفي موريتانيا. هذا هو الوضع الطبيعي الذي تبحثون عنه يا منافق. الوضع الطبيعي هو أن يمكن الشعب الصحراوي من تقرير نفسه. الوضع الطبيعي هو استقلال جمهورية الصحراء الغربية. الوضع الطبيعي هو استقلال جمهورية الريف. الوضع الطبيعي هي عودة هذه الأراضي إلى أصحابها. الوضع الطبيعي هو طرد الكيان الصهيوني من المنطقة. هذا هو الوضع الطبيعي. ليس الوضع الطبيعي أن تحتلوا إقليم الصحراء الغربية وتعلنون عن أطماعكم في الجزائر وفي موريتانيا. لا داعي لغرس العداء للجزائر في تربة المغرب، ولا بد من العداوة ليس بالكلام، العداوة بالأفعال. أنتم كل أفعالكم عداوة في عداوة. أنتم العدو رقم 1 للجزائر. أنتم العدو رقم 1 للجزائر. وكما قلت ونعود ونكررها أن العداوة ليس بالكلام وإنما العداوة بالأفعال. يمكن أن العدو نتاعك يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يقول لك أنت أخي ويتكلم لك وكلام باهي وكذا وكذا، ولكنه هو عدو. هو قاعد يحفر ليك وقاعد يعتدي عليك وقاعد يتآمر عليك مثل ما تفعلون أنتم تماما. إذن العداوة أو المحبة ليست كلام وإنما هي أفعال. التمييز المستمر بين الشعب وحكامه. وسائل التواصل الاجتماعي سلاح خطير وذو حدين. هذا المنافق الكذاب هو داير الفيديو طويل وقاعد يتكلم ودايرين سكريبت تصوير وإخراج وكذا وكذا، وقاعد يتكلم يحشي الأساس أنه يحشي للعياشة كما قلنا، ويحشي أيضا لبعض الجزائريين ويتكلم على الأخوة ويتكلم على كذا، وهو قاعد يكذب وقاعد يخرط على العياشة ويكذب عليهم ويحشي لهم. هم في حال اليوم برا شوف يعني حالهم يعني أصبحت حالة يرثى لها، وقاعد يتكلم يعني المشاكل في المروك يحب يلصقها في الجزائر ويتكلم على الأخوة ويتكلم على كذا، وهم أصبحوا أداة وظيفية بيد إسرائيل وبيد أعداء الجزائر، ويخططون ليلا ونهارا ويتآمرون ليلا ونهارا على الجزائر. وأسعد أيام يعني يتكلم على تسليح الجزائر وتسلح الجزائر وكأنهم ما يتسلحوش. الجزائر قالت أعلنت على 25 مليار وهذاك يعني أقصى طاقتها، وما أعلنوا حتى هم يعني مؤخرا على 13 مليار وهذا أقصى طاقتهم، ولو كانوا يملكون أكثر لفعلوا. يعني التسلح هو يعني سباق التسلح ما بين المروك والجزائر هو سباق محموم،
وهو في إطار يعني فرض الوجود. يعني الجزائر من حقها أن تتسلح، والمروك أيضا من حقه أن يتسلح، لأنه دولة احتلال ويحب يفرض الأجندة تاعو، بالإضافة إلى يعني أنه دخل في الأجندة الاستعمارية. وطبعا يعني غاية مناهم أن تسقط الجزائر، أن يسقط الجيش الوطني الشعبي، حتى يعني تصبح الطريق سالكة لأجنداتهم ولخططهم خاصة داخل الجزائر.